لو سألت أي مشجع لأرسنال إيه هي أكبر مشكلة قابلت الفريق الموسم اللي فات، غالبا هتسمع نفس الإجابة: إحنا محتاجين جناح شمال، محتاجين لاعب مهاري كده يعدي واحد واتنين. ويمكن يكون ده فعلا اللي كلنا شايفينه، لكن هل فعلا دي كانت المشكلة ولا ده مجرد عرض لمشكلة أكبر؟ وأنا قاعد بدور على الإجابة لقيت تحليل مميز جدا للمحلل بيلي كاربنتر. الراجل ده بدل ما يبص على عدد الأهداف أو عدد المراوغات، قرر يبص على طريقة لعب أرسنال نفسها. وهل الفريق بقى بيلعب بنفس الجودة ولا في حاجة اتغيرت؟ انا خالد عاطف، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن صفقات ارسنال وطريقة تفكير ارتيتا. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمني باللايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. اول رقم لفت انتباهي هو الفيلد تلت، وده ببساطه بيقيس قد ايه فريقك بيقضي وقت بالكوره في التلت الهجومي مقارنه بالخصم. يعني هل انت فرض اسلوبك في اللعب ولا بتقضي وقت اكتر بعيد عن الجول؟ والغريب ان ارسنال الموسم اللي فات سجل اقل رقم في المؤشر ده من ساعه ما ارتيتا بدا ينافس على الدوري. طيب لما بصيت على الاستحواذ لقيت ان ارسنال تراجع للمركز الرابع ما بين فرق الدوري، بعد ما كان من اكتر الفرق سيطره على المباريات واعلى نسب استحواذ. وبقى في فرق بتفرض شخصيتها على ارسنال اكتر من الاول. وقلت خلاص هي المشكله في التلت الهجومي لارسنال، واللي ناس كتير جدا بتشتكي منها. ولكن الارقام وضحت حاجه تانية خالص. المشكله في بدايه الهجمه اصلا. نسبه نجاح ارسنال في الخروج بالكوره من ضغط المنافس قلت بشكل واضح، وهو نفس السبب اللي خلاه يهبط للمركز السادس في مؤشر نجاح بناء اللعب. هو مش بس بيستحوذ اقل، لا ده كمان بقى اضعف في الخروج بالكوره. والاغرب ان ارسنال بقى من اكتر الفرق في الدوري لعبا للكور الطويله، في حين ان باقي الفرق بتقلل الموضوع ده. وده مش لان ارتيتا فجاه حب اللعب المباشر، غالبا ده لان الفريق بقى بيلاقي صعوبه اكتر في كسر الضغط بالتمرير. وقارنت الفكره دي بحاجه اوضح: تمريرات ارسنال اللي بتكسر خطوط المنافس في اول مرحلتين لعب مقارنه بمانشستر سيتي، والفرق مش قليل خالص. يعني المشكله مش ان ارسنال بيوصل لمنطقه الجزاء وبيضيع فرص، المشكله هي ان انا اوصل لهناك اصلا بقت هي الصعوبه. وقتها حسيت ان السؤال لازم يتغير. بدل ما نسال ليه ارسنال محتاج جناح، يمكن المفروض نسال ايه هو اللاعب او نوعيه اللاعب اللي يقدر يحل المشاكل دي. وزي ما كنا بنشوف في اغلب المواسم اللي فاتت ان كل اعتماد ارسنال في الهجوم بيكون على الجبهه بتاعت بوكايو ساكا، والجبهه الشمال دي ميته تماما. نفسنا في جناح شمال كده مهاري وحريف ويعدي واحد واتنين، حاجه كده كفاره دوي. وكان عندي اقتناع تام ان احنا لو جبنا اللعيب ده كل مشاكلنا الهجوميه هتتحل. وده بنسبه كبيره من وجهه نظري ومن وجهه نظر كتير من مشجعين ارسنال هو الصح. ولكن هل ارتيتا شايف كده؟ بيجي وقت الانتقالات وباجي ابص على الاسماء اللي ارسنال بيتحرك عشانها، بلاقي روجرز، الفاريز، سوليس وبرونو جيمارايش. ولا واحد فيهم البروفايل اللي احنا عايزينه، ولا واحد الجناح اللي هو بقى اللي احنا مستنيينه ده. ولو دي صفقه واحده هقول لك ماشي صدفه، ولكن لما الاسماء الاربعه تيجي بنفس الشكل يبقى اكيد مش صدفه. الاسماء دي كلها بتحل المشكله اللي اتكلمنا عنها في الاول، واللي كانت مشكله ارسنال السنه اللي فاتت. وخلينا اوضح لك: اللعيبه دول كلهم يقدروا يساعدوا ارسنال في كسر خطوط الخصم بالتمرير، تسريع التحولات الهجوميه، وتحسين بناء اللعب، والاحتفاظ بالكوره تحت الضغط، والتعامل مع دوري كل الفرق فيه تقريبا مستواهم قريب من بعض. روجرز مثلا، انا عارف ان هو راح تشيلسي، ولكن خلينا نشوف ارتيتا كان بيفكر في ايه وهو حاطط عينه على روجرز. هو مش جناح كلاسيكي، هو بيحب يدخل العمق، يستلم كتير ويحتفظ بالكوره ويقرب اكتر من المهاجم. ممكن يكون مهاجم تاني، هو مش الوينج اللي واقف على الخط مستني. ومميز جدا كمان في التسديدات من بره المنطقه. الفاريز ورغم انه مهاجم، اكتر حاجه بتميزه ان هو بينزل لتحت يستلم ويتحرك بين الخطوط ويربط اللاعب، مش مهاجم صندوق او مهاجم مستني اخر لمسه بس. وكمان مميز في التسديدات من بره منطقه الجزاء وفي الكرات الثابته. وسوليس نفس الفكره، لمسات كتير، شغل من غير كوره، التزام دفاعي ولعب مركب اكتر بكتير من فكره اديني الكوره بس وانا هتصرف. وبرونو جيمارايش لو طلعت من دماغك ان هو لعيب خط نص، هتلاقيه فيه نفس الصفات: استلام تحت ضغط وكسر خطوط بالتمرير، مساهمه كبيره في بناء اللعب والسيطره على رتم الماتش، وبرضه مميز في الكرات الثابته. فالمشكله مش ان روجرز شبه الفاريز ولا ان الفاريز شبه سوليس، هم اصلا كلهم مختلفين ولكن بيحلوا نفس المشكله. طب اتفقنا ان ارسنال عنده المشاكل دي واللعيبه دي هنجيبها تحل وبتاع، بس برضه ما نجيب وينج كده مميز وسريع ومهاري يحل لنا مشاكلنا. انا مقتنع برضه بكده، بس ليه ارتيتا مش شايف كده برضه؟ لما رجعت ابص على الفريق الحالي لارسنال لقيت ان السؤال ده مش جديد اصلا على ارتيتا، يمكن الاجابه كانت قدامنا من سنين. عايزك تبص على الناحيه اليمين، لان ساكا هو المرجع الاساسي.
اساسي. وحتى لما ارتيتا فكر ان هو يجيب بديل لساكا كان مدويكي. طبعا متفقين 100% ان ساكا ومدويكي فرق كواليتي كبير، بس لو بصيت للدور اللي مطلوب منهم هتلاقيه تقريبا واحد. استلم على الخط واعمل 1 2 مع صانع اللعب، حاول تعزل نفسك مع الباك، ارجع دافع، ادخل للهاف سبيس لما الفرصه تسمح، استنى الاوفرلاب من الباك، وابقى المخرج السهل للكوره لما الفريق يبقى تحت ضغط. الاثنين مش نفس الجوده ولكن نفس الوظيفه. وعلى الناحيه الشمال مارتينيلي وتروسر، اتنين مختلفين تماما، واحد سريع ومباشر والتاني اذكى واهدى بين الخطوط. لكن الغريب ان ارتيتا كان بيطلب منهم نفس الادوار بالظبط، هي التنفيذ بيختلف بس الوظيفه واحده. الخلاصه من الكلام ده ايه؟ ان ارتيتا مش بيشتري مراكز، هو بيشتري وظائف. مش بيسال مين احسن جناح في السوق، هو بيسال مين اللي يقدر يؤدي الوظيفه دي، مين اللي يقدر ينفذ اللي في دماغي ده بالظبط ولكن بكواليتي اعلى، حتى لو كان مهاجم او لعيب وسط او جناح. وده يفتح سؤال مهم جدا بخصوص الفاريز، هل فعلا ارتيتا شايفه مهاجم؟ ولو ارتيتا شايفه مهاجم، مصير يوكريس وهافرتس هيبقى ايه؟ تفتكر ممكن يكون ارتيتا شايف الفاريز حل لمشكله الجناح ويقدر يقدم له اللي كان مستنيه من روجرز؟ في ناس كتير قالت ليه برونو جيمارايش هو مش بديل لرايس، وانا متفق معاك ان برونو جيمارايش مش بديل لرايس اصلا. التكتيك مش انك تحط لعيب مكان لعيب وتطلب منه نفس الادوار بالظبط، التكتيك انك تغير اسلوبك او يبقى عندك المرونه بحيث تحقق اقصى استفاده من كل لعيب منهم. لو ما عندكش حد بيجري زي رايس يبقى ما تلعبش كأن عندك رايس، خلي الفريق يعتمد اكتر على الاستحواذ، ادي الكره لبرونو تحت ضغط وخليه يطلع بيها من الخلف ويصنع اللعب من العمق. يمكن هتقلل عدد اللعيبه المهاجمين شويه ولكن هتسيطر اكتر على نص الملعب. ارسنال خلاص اتفق مع كلوب بروج على ضم سوليس بمبلغ تقريبا 34 مليون جنيه استرليني كبديل لتروسرد اللي راح بشكتاش، وارقامه ممتازه جدا، سجل 22 جون وعمل 29 اسيست، وقدر بالارقام دي يحقق احسن لعيب في الدوري البلجيكي. وبرونو جيمارايش الملف ده فعلا على نار. ارسنال اخيرا فتح مفاوضات رسميه مع نيوكاسل بعد ما كان الكلام عن طريق وسطاء، وفي عرض بيتجهز يتخطى 80 مليون يورو. برونو نفسه عايز ارسنال وبنسبه كبيره الصفقه دي هتتم. والفاريز الملف ده لسه مفتوح ولكن الصراع مش ثنائي زي ما كله فاكر. برشلونه قدمت عرض ب 100 مليون ولكن اتلتيكو مدريد رفض العرض ده. ريال مدريد كمان دخل على الخط ولكن يقال يعني ان هو كان بيرازي بس فينا وخلاص وقدم 150 مليون، ولكن اتلتيكو مصر ان هو ما يبيعش اللعيب لاي فريق في اسبانيا، والرغبه الاولى لالفاريز هي برشلونه، ولكن باصرار اتلتيكو ده فهيضطر يبيع الفاريز لفريق بره الدوري الاسباني. باريس سان جيرمان عايزه وارسنال عايزه ولسه مش عارف هيختار مين. روجرز وبعد مفاوضات كتير مع ارسنال بيختار تشيلسي وصفقه تقريبا ب 138 مليون يورو. ارسنال كان قريب جدا من روجرز وكان مستعد يقدم حوالي 85 مليون يورو، لكن استون فيلا كانوا مصممين على مبلغ اكتر من 100. ولما تشيلسي عرض 138 فارسنال قال له السلام عليكم يا باشا انا مش عايز شكرا. جابريال جيسوس النادي بيحاول يبيعه مع انه برضه رخم وعايز يفضل يكمل في النادي وكل موسم يقعد يقول انا هثبت نفسي وعايز اعوض ارسنال عن الاصابات وبتاع، ولكن ارسنال مصمم على البيع وعرضه تقريبا ب 18 مليون ويا رب حد يفكر ويشتريه. نورجر ده نفس الكلام، النادي مش فارق معاه لو جاله عرض هيمشي، ما جالوش ادي قاعد وهو حابب ان هو يقعد في النادي فتمام هو بديل كويس يعني. السؤال اللي كنت بساله في الاول مين هيجي ارسنال ما طلعش هو السؤال المهم. السؤال الحقيقي هو ارتيتا بيحاول يبني ايه؟ هل بيحاول يبني فريق بفلسفه واضحه، السيطره والاحتفاظ بالكوره وكل لاعب بيأدي وظيفه محدده بغض النظر عن اسمه؟ ولو كده هل فعلا هيقدر بكده انه يوسع الفجوه اللي كل مدى بتبقى اضيق بين فرق الدوري الانجليزي؟ وانا شخصيا من جوايا لسه مقتنع ان ارسنال محتاج سوبر ستار وخصوصا في الوينج، لاعب ارتيتا يقدر يغير بيه نمط اللعب في اي لحظه، ولاعب زي ده هتحتاجه كتير الموسم الجاي. الاسابيع الجايه هتحدد شكل المشروع وشكل ارسنال في الموسم الجديد، وهل هيقدر يحافظ على لقب الدوري ويسعى انه يحقق انجاز بتحقيق التشامبيونز ليج بعد ما خسر الفاينل السنه اللي فاتت ولا لا؟ عايز اعرف رايك لو كنت مكان ارتيتا، تختار لاعب مختلف يكسر النمط ولا لاعب بيتماشى مع فلسفه ارتيتا اصلا؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه وشكرا لوقتكم. السلام عليكم.